غدا حلو قوي لولادي حبيب قلبي. عملت بوري مشوي بطريقه حلوه قوي، نضفت القلب كده بطريقه حلوه. اتمنى ان شاء الله باذن الله تشوفوا الفيديو. وكمان عملت جمبري مشوي في الفرن بطريقه حلوه، وعملت بقى كافيار اللي هو البطاريق دي بطريقه حلوه وتتبيله حلوه قوي، وعملت لهم رز ابيض. غدا حلو ولذيذ وجميل. ما تيجوا كده مع بعض نشوف عملنا العظمه دي ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبيب قلبي، عاملين ايه؟ وحشني خالص. يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحه جيده. النهارده هنعمل غدا حلو قوي. انا طبعا ولادي مش بيحبوا السمك قد كده، يعني ممكن اعمله يعني مثلا مره واحده بس في الاسبوع، بس هما بيحبوا حاجات معينه، يعني ممكن بيحبوا الجمبري كده. اما البوري دوت انا بعمله مشوي، فهم بعمله بطريقه حلوه بجذبهم ياكلوه. طبعا انا بجيب بقى البوري حبيب قلبي زي ما انتم شايفين كده، وبنضفه حلو قوي. بشيل بقى الحاجات اللي بتبقى هنا اللي هي الخياشيم دي، وايه، الفرشه بقى المخصوصه للسمك. بنضف بقى القلب بخليه نضيف خالص كده. هوريك واحده كمان بالشكل ده، شايفين قلبه ابيض وحلو خالص ازاي. بغسله حلو قوي، بشيل كل حاجه من قلبه. فايه يعني بحشيه حشو كده بيبقى حلو. هنشويه مع بعض، وهنشويه كمان في صينيه الفرن فوق، يعني على العيون بتاعه البوتاجاز بطريقه حلوه قوي هتعجبكم ان شاء الله باذن الله. وطبعا يعني السمك بيبقى مفيد وكده، وهم الاطفال ما يعرفوش يعني ايه فايدته، فلازم يعني مره حتى بس في الاسبوع ناكله لاولادنا حبيب قلبي. معايا بقى كده كيلو من الجمبري، والجمبري دوت كان عرض النهارده. شايفين هو مش كبير قوي بس حلو يعني، وسعره كان حلو. جبته بقى ونضفته. طبعا اهم حاجه التنظيف بقى. شلت بقى اللي بتبقى كيس الرمل اللي بيبقى هنا، وكمان قصيت بقى الشنبات بتاعته وغسلته غسله حلوه قوي. وكمان غسلت السمك برده غسله كويسه بملح وليمون. ومعايا بقى كده نص كيلو بطارخ يا حبايب قلبي، شايفين جماله. بطارخ حلوه قوي، والبطارخ دي تقريبا بتاعت بوري او بياض حاجه زي كده، بس مش اكتر من كده. معانا بقى التتبيله بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. يا جمال يا جمال، شايفين جمال الخضار؟ انا بعشق الجمال الخضار كده والوانه الحلوه، شكله حلو قوي. معايا بقى كده حاجتين. انا هعمل الجمبري بتاعي في صينيه في الفرن، عملته معاكم كذا مره بس اول مره اعمل الصينيه دي. فانا هستخدم بقى ايه؟ هستخدم للصينيه بقى حلقان فلفل اصفر واحده، حبه فلفل اصفر وحبه فلفل احمر، وحبه بصل كبيره برده كله مقطعات رنشات كده. ومعانا بقى كده هريسه الشطه، ومعايا كمون، ومعايا مستردة، ومعايا توم وليمون ودي دايما بتلخبط بين الكاري والكركم دوت. كاري مش كركم، ماشي. للسمك بيبقى حلو قوي وبيبقى طعمه لذيذ خالص. وطبعا ما نستغناش عن الملح، هحطه دلوقتي معاكم في التتبيله. ومعايا بقى هنا شبت مقطعه، كميه شبت حلوه بقى هناخد منها للسلطه، وكمان للسلطه اللي هنعملها للسمك المشوي. ومعايا هنا كزبره وبقدونس مقطعه الاتنين مع بعض. ومعايا بصل كده متقطع حتت صغننه، ومعايا فلفل، ومعايا فلفل الوان، ومعايا كده فلفل اخضر. كل ده متقطع لان احنا هنعمل سلطه حلو قوي، مش هنعمل له ميه ولا حاجه. هتشوفوا معايا خطوه بخطوه. معايا كمان طماطم كده متقطعه حتت صغيره، بس مش اكتر من كده. هجيب بوله واجي معايا. نعمل بقى كده التتبيله اللي هي زي السلطه، هي سلطه مش تتبيله. هنعمل ايه؟ هنشوف مع بعض. هنعمل بقى كده، هناخد القوطه دي كلها علشان خاطر احنا السمكيه اول ما تخرج كده نخرجها من الصينيه. هننزل من الحاجات دي عليها. انا عملت السمك المشوي البلطي قبل كده بنفس الطريقه دي، بس انا كنت شويه في الفرن. هحط بقى كده البيضات، وهناخد كمان البصل بالشكل دوت. طريقه حلوه خالص وهتعجبكم، وطعمه بيبقى حلو قوي. انا ولادي في الاول ما كانش بيرضوا ياكلوا السمك ده خالص، يعني هما بيعزوا السمك اللي هو يعني الفيليه وكده، عشان موضوع الشوك والكلام ده، عندهم عقده من الشوك. هناخد بقى معلقه كبيره كده من الشبت كده، وهاخد كمان من الكزبره والبقدونس حبه حلوين كده. هننزل بقى كده بمعلقه من الكاري، معلقه حلوه كبيره. وهنزل بمعلقه كمان من الثوم. وهرسه الشطه بقى هننزل بمعلقتين كبار كده، ومعلقه كبيره من الكمون بقى. والكمون بتاعي طبعا حبايب قلبي اللي متابعيني عارفين ان هو محوج، بيبقى فيه كزبره وشطه. وهنزل بقى كده زي ب4 ليمونات بالشكل دوت. هقلب بقى كل ده حلو خالص كده. اهم حاجه الملح
ننزل بقى بمعلقه كبيره كده من الملح، معلقه حلوه كده بالشكل ده. هقلب بقى كل الخلطه دي كده، هي سلطه هنحشيه بالسلطه دي بتبقى حلوه خالص. وكمان السمكه اول ما تخرج كده هنديها برده شويه كده عليها في كيس كده، وبتبقى يعني الكيس اللي هي بتاعت التلاجة، بس الكيس كبير يعني بيبقى حلو خالص. مش بنحط ميه بقى ولا اي حاجه خالص. معلقه خل، معلقه خل يا حبيب قلبي، معلقه حلوه كده كده تمام. قلبت كل حاجه بقى كده يا حبيب قلبي. ويعني يا ريت يعني لو لقينا الملح قليل شويه نحط شويه كمان، عشان اهم حاجه السمك المشوي الملح بتاعه يكون مظبوط، والليمون اهم حاجه. طبعا الريحه حلوه قوي، شايفين الجمال، شايفين جمال بقى السلطه اللي هنحشي بقى السمك حلو قوي. هناخد بقى كده طبق، وناخد سمكيه من اللي احنا منضفينها ومخلينها حلوه قوي، وكمان غسلينها غسله حلوه قوي. هاخد بقى السمكيه بتاعتي كده واحشيها بالشكل دوت. واهم حاجه بقى واحنا بنغسله الغسله دي ناخد بالنا من ايدينا، علشان خاطر الشوك بتاعه صعب خالص. هنحشي بقى القلب، يعني لما اخلي السمكيه كلها محشيه من جوه، شايفين كده. وطبعا مش هيقع بقى الحشو بتاعنا الحلو دوت ولا اي حاجه خالص كده، شايفين كده على القلب بتاعها. هننزل بقى كل الزيادات وهنرصها بقى كده. ناخد واحده كمان وهحشيها بنفس الطريقه كده. نحط هنا بقى ونضغط بصباعنا بقى كده لجوه، عشان الحشو يخش في السمكيه بقى، والملح وكل حاجه تبقى تمام. اللي بالطريقه دي جربها قبل كده وعملها يكتب لي يا ريت. طريقه حلوه قوي بجد وهتعجبكم، وطعم السمك ده بيبقى مميز خالص. انا حشيته، نحط بقى حبه كمان فوق كده، ننضف كل حاجه ونحطها كده. اخلص بقى الكميه كلها وارجع لكم. خلصت حشو بقى كده حبيب قلبي زي ما انتم شايفين. شايفين جمال السمك بقى حلو ازاي. هشيها حشو حلو قوي ان شاء الله باذن الله، وريحته حلوه قوي، وان شاء الله باذن الله طعمه هيكون احلى. اتبعوا بقى الخطوات كلها. طبعا شايفين بقى طبعا بقيه السلطه دي يعني هنحط شويه كده في الكيس وكل ما نخرج سمكيه نحط عليها شويه، بس مش اكتر من كده. نحطه بقى كده على جنب، ونروح بقى نعمل معانا. هعمل الجمبري صينيه كده في الفرن بطريقه حلوه قوي هتعجبكم. هسيب ده يعني زي 10 دقايق كده قبل ما اخلص الصينيه وادخلها الفرن، هو يكون اكل الملح بتاعه كده زي ما بيقولوا زمان، يعني شرب الملح كده والتتبيله والكلام دوت. بعد كده نحطه في الرف. هعمل دلوقتي بقى صينيه السمك المشوي في الفرن بطريقه حلوه قوي. اول حاجه هنزل كده يعني بمعلقه ثوم بالشكل دوت، وكمان هناخد كده جزء من الهريسه، يعني نقول معلقه صغيره. وهنزل كده بمعلقه من الكمون وهو طبعا محوج، ومعلقه كمان كده من الكاري. والكاري بيبقى حلو قوي بجد في تتبيله السمك. وهننزل كمان بقى بالمستردة، عشان انا هنزل بمعلقه. هنزل كده بنص معلقه بهارات سمك، وانا نسيتها خالص احطها بقى في التتبيله كده واديها تقليبه نص معلقه برضه. هندي بقى تقليبه. طبعا ما ننساش الملح، مش عارفه الملح ماله بيا النهارده نسيها على طول كده. نحط معلقه برضه. هنقلب بقى الخلطه بتاعتنا الحلوه دي كلها بالشكل دوت حلو خالص كده. هنزل بقى بالبصل كده، البصل مقطعات رنشات دوت. وهنزل بالفلفل بس مش كله كده. هنزل بالفلفل الاصفر برضو بالاخضر، وحاطه فيه حراق يعني ترنشات حراق اللي حابب يعني. وهحط بقى الليمون، يعني نقول قد 3 ليمونات برضو كده يا حبيب قلبي. وندمجها بالشكل دوت. يا ريتكم جنبي وشامين الريحه. طبعا بهارات السمك دي بتجيبيها من اي عطار، بتبقى حلوه قوي وطعمها بيبقى جميل بجد.
هننزل بقى بشويه من الخضره المشكله دي وشويه من الشبت، ونتوصى شويه بالشبت عشان خاطر يعني الشبت مع الجمبري بيبقى فظيع بصراحه. هنقلب بقى حلو كل حاجه، انا مش هحط قوطه ولا اي حاجه خالص، هي كده بس. والملح بتاعنا، واخر حاجه هي هنزل بالجمبري. طبعا انا غسلاه حلو قوي، وكمان السمك برضو. واهم حاجه ان احنا نغسل الحاجه بليمون وملح، يعني ما يبقاش فيها زفاره خالص. طبعا قلبت الجمبري بقى يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده مع الخضار بالتتبيله الحلوه. شايفين الجمال؟ طبعا الشكل بيتكلم، ريحته حلوه قوي ان شاء الله باذن الله، طعمه هيكون احلى. هدخله بقى كده الفرن، انا هغطيه بورقه زبده وهحط عليه ورقه السلوفان وادخله. اهم حاجه ورقه الزبده الاول، وادخله الفرن بقى. وبعد كده نروح نتبل معانا البطارخ ونروح نشوي السمك. وهعمل رز ابيض غطي بورقه زبده. واهم حاجه في ورقه الزبده ان احنا نعملها كده، مش هنرميها ولا حاجه، علشان خاطر لما نحطها بقى كده او لو حطيناها سليمه مش هتبقى تغطي كويس كده. نغطي بقى حلو كده. هحطها بقى على الرف الاولاني خالص، مش على الصاجه، على الرف الاولاني اول رف خالص. هنسيبها بقى شويه كده. الجمبري انتوا عارفين هو مش بياخد سوا، وهنتابعها ونروح بقى نشوي السمك ونتبل كمان البطارخ. دلوقتي بقى يا حبيب قلبي صينيه الجمبري المشوي طبعا معانا، دخلتها بقى الفرن. وهاخد بقى السمكيه، ودي طبعا رده، لازم تكون الرده بتاعتنا بتاعت الشوي تكون ناعمه وحلوه كده. وننخلها برضو كده. هنعمل بقى نضغط كده على السمكيه بالشكل دوت. هنشوي على عيون البوتاجاز، مش في الفرن. انا شويت قبل كده في الفرن، فقلت اعمل معاكم فكره تانية برضو. هنزل كده بقى بخيط بسيط خالص من الزيت بالشكل دوت. طبعا انا مولعه 2 عيون، يعني مولعه اللي جوه واللي بره. اول ما هنزل السمكيه هنزلها على اللي هي بره دي بالشكل دوت. وبعد كده انا مهديه النار جوه، هدخلها بقى تاخد يعني بقيه السوا بتاعها جوه. مش هتدخل ان شاء الله باذن الله ولا اي حاجه خالص. وكمان احنا فاتحين الشفاط وكمان فاتحين الشباك، يعني انتوا عارفين كده كده هيدخن بس مش قوي. ننزل كده بسم الله. هشوي كده 3، ولما ادخلهم جوه كده على الهادي هحط ال3 التانيين. نضغط بقى اهم حاجه الضغطه دي بالشكل دوت كده يا حبيب قلبي، وننفض مرده ونحط كده. انا كده حطيت ال3، متابعينها بقى خطوه بخطوه كده. ومعانا بقى ال3 سمكات التانيين. وكمان هنجيب بقى شنطه بلاستيك وهوريكم ازاي بقى ندخله في الشنطه، ونحط عليه بقى بقيه السلطه اللي احنا عاملينها. بقيتها بقى ننزلها بقى على السمك كده، وبيبقى طعمها حلو قوي. وكمان السلطه دي بتتاكل، طعمها بيبقى لذيذ. دلوقتي حبيب قلبي هو استوى بقى من الجنب دوت، هنقلبه على الجنب التاني. وطبعا احنا حاطين بسيط كده من الزيت. شايفين الجمال؟ نقلب بقى كده. وكمان السمكه دي شايفين بقى الجمال. طبعا انا هسيبه شويه بس، يعني كام دقيقه كده، وبعد كده ادخله جوه بقى مع نفسه يستوي بقى يكمل سوا. وبعد كده احط ال3 سمكات التانيين. وبجد يعني الطريقه حلوه قوي. واهم حاجه بقى نفتح شباك ولا حاجه والشفاط، عشان طبعا لازم نطلع الدخنه. بس في ناس كتير بتحب تشوي في البيت علشان خاطر بتبقى جايبه كميه وكده يعني، وعشان ولادنا والكلام ده كله. وكمان بيبقى افضل يعني في اي وقت اشوي بقى في البيت. طريقه سهله وبسيطه وخفيفه، ويا رب كمان انا اكون ضيفه خفيفه. دلوقتي حبيب قلبي هناخد بقى السمك بتاعنا ونوقفه بقى بالشكل دوت هنا. انا عايزه اوقفه كده علشان خاطر نسلك بقى اهم حاجه بالراحه يا حبيب قلبي. ناخده بقى نوقفه كده عشان خاطر نكمل سواه. ولو اي حاجه نسلكها بقى كده، شايفين بالشكل دوت بالراحه خالص. ما كنتش عارفه اخرج السمكه دي لما احط دي كده. حطيت بقى ال3 كده. لو اي زيادات بقى زي دي كده هشيلها الاول قبل ما ننزل السمك اللي باقي. كده يا حبيب قلبي هاخد ال3 سمكات اللي باقيين وهضغط نفس الضغطه كده. شايفين بقى الجمال؟ هو كده نكمل بقى كده شويه علشان خاطر السمك برضه البوري كبير وكده. هننزل بقى بسم الله.
3 سمكات التانيين طبعا. والنار ورا يعني النار العين اللي جوه دي انا مهديه النار، من بره عاليه كده. بغطى بقى، واهم حاجه ننفض كده من الرده الزياده. ننزل بقى كده اخر سمكتين معايا، والجمبري بتاعنا ريحته حلوه قوي جوه في الفرن. نضغط بقى كده. شوفي حبيب قلبي بقى دي كده، نحط السلطه تبقى عكسهم بالشكل ده. دلوقتي بقى السمك وهو في النار كده هنزل بحاجه بسيطه خالص كده، مش بكل الخضار يعني، هنزل بمعلقتين بس كده عايزاهم يتشوي مع سمك. يا جمال يا جمال، شايفين الجمال؟ وكمان ده بيتشوي بقى. وبرده هنروح بقى نتبل مع بعض البطاريق ونقلي على طول. وهعمل رز ابيض، انا عملت معاكم كتير، هعمله بقى كده عشان ما اطولش عليه. ودلوقتي حبيب قلبي انا اديت بقى للسمك دوت، يعني شويته من الجنب دوت ومن الجنب دوت، ما رضيتش اجيبه معاكم عشان ما اطولش عليه. بالشكل دوت وقفته بقى على سيفه يعني على الظهر كده، عشان كمان الظهر يستوي حلو قوي. هناخد بقى السمك بتاعنا بقى دوت استوى سوا تمام خالص، راح زي اللوز بقى. هنشيل بقى كده السمك بقى كده يا حبيب قلبي بالشكل دوت، ننزله في كيس بقى بالشكل دوت. يعني انا بنزله في كيس كده، هحط في كل شنطه 3. هاخد بقى التالتة. طبعا انا كنت مهديه النار، شايفين الجمال والسوا حلو قوي. ننزل بقى السمكه التالتة كده، وهناخد بقى هنا السلطه. طبعا السلطه بقى اللي انا قلت عليها اللي انا شايلاها على جنب، هناخد منها كده بقى وننزل على السمك كده. طبعا كان زمان نملح السمك، يعني ايام والدتي وجدتي وكده كانوا زمان، الله يرحمهم جميعا يا رب ويجعل مسواهم الجنه، امه محمد اجمعين يا رب، المتوفين كلهم. بالشكل دوت كانوا الاول بيحطوا ميه وندوب فيها توم وكمون وحاجات من دي وننزل السمك. دلوقتي الطريقه دي افضل كتير. هنقفل بقى الكيس عليهم. انا هحط في كل شنطه 3 بالشكل دوت، علشان خاطر لو ولادي يعني بره او كده، يعني ما نفتحش كل شويه نفس الشنطه. حطيت 3 وحطيت 3. ومعايا بقى كده الرز بتاعي، وانا عملت 4 بولات رز ابيض. طبعا اهم حاجه طبعا تشويحه الرز، طبعا اللي قايلهالكوا عليها. بنغلف الرزايه حلوه قوي بالزيت بالشكل دوت، اهم حاجه. يعني انا حاطاه على جنب كده، وكل شويه اديله تقليبه لحد ما اتغلف بقى وبقى حلو كده. هنزل عليه بقى بميه، وحطيت بقى للاربع بولات معلقه ونص من الملح، معلقه ونص ملح، معلقه كبيره بس. هزوده بقى الميه بتاعته. وكده كمان بقى السمك بتاعنا اهو خلاص، انا هديت له النار وطفيت بقى النار من جوه. هكمل سواه بالشكل دوت هنا. هحط له برده معلقه زي ما حطيت كده، نديها طعم حلو قوي وريحه حلوه قوي كده يا حبيب قلبي. حط معلقه او معلقتين بقى يا حبيب قلبي كده على السمك، بيدي طعم حلو قوي وريحه كمان حلوه خالص كده. وهنسيب بقى السمك كده مع نفسه لحد ما نحطه بقى في شنطه ثانيه مع ال3 سمكات التانيين. ونروح بقى نعمل تتبيله البطارخ. انا مش بحب اقعدها في التتبيله على طول، هنقليها على طول. دلوقتي يا حبيب قلبي هنتبل بقى البطارخ. هننزل كده بمعلقه توم زي ما انتم شايفين كده. هننزل بقى كل حاجه كده عليها، معلقه توم. ومعايا هنا نص معلقه من بهارات السمك ونص معلقه كاري، بيبقى حلو قوي الكاري في اي اسماك. ومعايا هياخد نص معلقه بس كمون محوج. وهنزل بعصره ليمونه، وهنزل كمان بمعلقه هريسه شطه، معلقه واحده بس كده. وكمان رشه ملح، رشه ملح كده يعني نقول ربع معلقه بس. وهندي بقى تقليبه حلوه كده. هنغلفه بالدقيق بقى وهنقليه بس، مش اكتر من كده.
دلوقتي يا حبيب قلبي خرجت بقى الطاجن الجمبري زي ما انتم شايفين كده. عايزه اوريكم الجمال، ريحه حلوه قوي والشكل حكايه، والطعم بجد بجد مظبوط، يعني كل حاجه مظبوطه، والطعم حلو قوي، والملح بتاعنا مظبوط، وكل حاجه تمام. يا ريت يا ريت اتمنى ان انتوا تجربوها، طريقه سهله وبسيطه ومشوي كده. وكمان في صوص حلو كمان انا هغرفه دلوقتي في الطبق معاكم. وكمان قليت بقى الكافيار زي ما انتم شايفين كده، حلوه قوي. وشايفين بقى، بصوا سامعين بقى صوت القرمشه، مقرمش بقى وحلو قوي، يا جماله يا جماله، تتبيله روعه. وكمان السمك بقى المشوي بتاعنا سايباه بقى كده في الاكياس زي ما انتم شايفين الجمال، محتفظ بالسخونيه بتاعته، شايفين جماله حلو قوي. وكمان شويته على على الفرن من فوق، يعني على البوتاجاز من فوق، ما استخدمناش فرن ولا اي حاجه خالص. هخلص بقى اكلتنا كده، هغرف بقى كل حاجه واظبط كل حاجه واوريكم. بس انا كمان هجيب طبق واوريكم الصوص ايه بتاع الجمبري. اوريكم بقى كده لما نطلع الجمبري، شايفين فيه صوص حلو ازاي، يا جماله يا جماله، ريحته فظيعه، تتبيله روعه. اهم حاجه بقى الصوص الحلو دوت. وبجد الشبت حلو قوي، انا بعشق الشبت مع الاسماك والجمبري والحاجات دي، بتبقى حلوه قوي. شايفين لذيذ. اصلا الغدا يا حبيب قلبي بجد ما اخدش وقت والله، وطريقه سهله وبسيطه وجميله قوي. اتمنى تجربوا السمك بالطريقه دي، سواء يعني بوري او بولتي، ما فيش اي مشاكل خالص، طريقته سهله وبسيطه وجميله. وكمان شايفين بقى الجمال، شايفين قد ايه هو حلو. بصوا عايزه اوريكم كمان بقى السوا كده والجمال، يا جمال يا جمال، والريحه حلوه قوي بجد، طريقه سهله وتتبيلته حلوه قوي. وكمان صينيه الجمبري دي عايزه اوريكم كمان يا حبايب قلبي قد ايه السمك بتاعنا مستوي وحلو قوي. شايفين الجمال، شايفين بقى السوا بتاعه حلو قوي. اتمنى ان شاء الله باذن الله تجربوا الطريقه، فظيعه بجد، مقاديرها مظبوطه وطعمها حلو وطلعت حلوه قوي قوي بجد. اتمنى ان شاء الله باذن الله تجربوها ان شاء الله باذن الله يا حبايب قلبي. واتمنى ان انا اكون ضيفه خفيفه، وكمان اكون بفيدكم وبتتعلموا مني. ويا ريت يا حبايب قلبي اللي عامل وصفه من وصفاتي يكتب لي. وبشكر كل حبايب قلبي اللي بيدعموني باللايكات وبالاشتراكات، وربنا ما يحرمنيش منكم اخواتي واصحابي وحبايبي. وان شاء الله باذن الله كل يوم جديد في مطبخ رشا صبري. اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد. باي.